سير الموضوع ده. طيب أخيراً لو سألناك عن رؤيتك لمستقبل Permanent Sunrise في السنين الجاية، بتتمنوا تحققوا شنو للأطفال والتعليم عموماً كده؟ تمام. واحدة من الحاجات والرسائل اللي أنا متمنية تماماً إنها توصل لأولياء الأمور، إنه في السن ده أول 5 سنوات ديت التعليم الأكاديمي ما هو أهم حاجة. حاجة خطيرة تتقال لكن ما أهم حاجة، عشان إحنا محتاجين مع التعليم الأكاديمي نوصل للحتة بتاعت بناء الشخصية، السوفت سكيلز بتاعت إنه الثقة بالنفس، المقدرة على حل المشاكل، مواجهة التحديات في عالم بقى مختلف تماماً، في عالم ما ثابت وكل يوم بحال. كونه الشخصية تكون قوية وعندها ريزيلينس، قادرة إنها تقاوم التغيرات، قادرة إنها تكوب بذا الحاجات اللي بتحصل، دي بتكون أهم حاجة ممكن تتعمل وتتزرع في طفل، لأنه ال5 سنوات الأولى دي أهم سنوات في عمر الطفل. فلو من الوقت ده اتزرعت فيه والحاجات دي والقيم دي، أي حتة يمشيها ما بتفرق، أي حاجة هيعملها ما هتفرق، عشان هو أصلا مؤسس كويس ومزروعة فيه القيم الأساسية اللي بتخليه محل ما يمشي هو قادر يواكب، هو قادر يعيش، هو قادر يتأقلم. طيب شكراً لك يا الله مصطفى. يسلمك، شكراً.